مين سمع؟ معلش ارفع ايدك. 1 2 3. طب حلو خالص. حد يقدر يعرفنا يعني ايه الامن السيبراني؟ ما تعرفوش. حد يقدر يقول لنا يعني ايه الامن السيبراني؟ طيب الفترة دي سمعنا عن مصطلحات كتيرة هي موجودة بره من زمان يعني، بس احنا أول مرة يمكن نسمع عنها. الأمن السيبراني، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي. حتى حاليا لو حد متابع معلومات الثانوية العامة هنلاقي في كليات في حسابات ومعلومات اللي في شعبة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وهكذا. ابتدينا نقبل عشان هو الشغل كله في المجال ده دلوقتي. تمام؟ هناخد المحتوى بالسريع، انا معايا 10 دقايق بس. الموضوع بتاعنا عايز 2 و4 ساعات، عشان كده انا جبت ماده فيديوهات تحتوي على كل اللي هنقوله وزياده كتير عن كل حاجه هقولها. هتلاقي فيديوهات كتيره. الفيديوهات دي متاحه مع الدكتور مينا هنا اللي معاه فلاشه في اي وقت في البريك او بكره الصبح اتفضل ياخد الفيديو. المحتوى بتاع جدول المحاضرات هنعرف يعني ايه امن سيبراني، هنقول لكم على الاساليب الشهيره في الاختراق، هنتكلم ازاي احمي نفسي من الابتزاز الالكتروني لو حد التزم الالكتروني ثوابني يعني هنعمل ايه، والخطوات اللي لو تعرضت للابتزاز الالكتروني هعمل ايه، وازاي احمي نفسي من الابتزاز الالكتروني، وفي برامج هنقول عليها هتهمك وبعض الاكواد اللي ممكن نعرف بيها بعض الحاجات. تمام؟ يعني ايه الامن السيبراني؟ هو ممارسه حمايه الانظمه والشبكات والبرامج من الهجمات الرقميه. الهجمات الرقميه التي تهدف عاده، ايه هدفها بقى؟ الهجمات الرقميه دي ايه هدفها؟ الهدف بتاعها الوصول الى المعلومات الحساسه. ان يوصل لمعلومات حساسه. من اجل ايه بقى؟ تغييرها او اتلافها او ابتزاز المال من المستخدمين. او مقاطعه العمليات التجاريه، يعني يدخل مثلا على متجر زي امازون مثلا يبوظ العمليات التجاريه بتاعتها. البضائع يبعتها مثلا لعملاء تانيين غير العملاء، يضرب يوقع، ممكن يوقع ايه؟ شركه معينه او مؤسسه كبيره. شكرا. جاب الفيديو معلش. عايز اقول لكم ان الدول على مستوى العالم والمؤسسات الكبيره بتدفع ملايين الدولارات عشان تعمل الامن السيبراني اللي هو حمايه انظمتهم من الاختراق. تمام؟ المؤسسات الاقتصاديه والعسكريه والسياسيه وحتى المؤسسات التجاريه. ممكن نحضر فيديو بسيط كده. شايفين؟ هو كان في صوت. ممكن يعني خلاص. ايه اللي حصل؟ هو كان مفكره ايه؟ ايميل. تمام؟ فاللي جنبيه بيقول ده فيروس، يقول له لا ده ايميل، ده فيروس، ده ايميل. في الاخر راح فتح ايه؟ الايميل حصل ايه؟ اتبلى. كمل. بعد الفيديو الاساليب الشهيره للاختراق، ودي هناخد منها امثله بعد كده بس هنقولها على السريع، زي الاصطياد الالكتروني، الفيشنج بالبي، لان ده مصطلح عالمي وليه فيديوهات كتيره. زي لكم فيديو عن بيشرح يعني ايه الاصطياد الالكتروني، الابتزاز الالكتروني، الهندسه الاجتماعيه، الانتحال الشخصيه، وملفات الرواد. السلاح اللي بعديها. مين عامل ايميل على الجيميل على الموبايل بتاعه؟ كم واحد؟ اكيد كلنا. طب كم واحد عامل الايميل ده بنفسه؟ ما يجيش 10% من القاعه، صح؟ كل ابني او بتاع الموبايلات او اي حاجه، صح؟ عارفين الايميل ده كانك حطيت المفتاح بتاع البيت بتاعك ايميل لواحد لحرامي. ومش كده بس، ده الحرامي ده مختفي، يعني معاه طريقه ايه؟ لخفت يدخل ما يشوفش، محدش يشوفه وياخد اللي هو عايزه بسهوله خالص. حضرتك الايميل ده او الجيميل اللي انت لازم تدخله على الموبايل شرط اساسي عشان يفتح لك التطبيقات ويفتح لك حاجات كتيره بتستخدمها في الموبايل. الايميل ده بيعمل ايه؟ او الجيميل بتاعنا بيعمل ايه؟ بيخزن الصور. لو انا عاطي له امر مباشر، كل اي صوره انا بتصورها بيرفعها الجيميل. في ناس صورها بتترفع وهي ما تعرفش اصلا ان الخاصيه دي موجوده، او هي بيعمل كده، او بيعمل نسخه من الاسئله. تمام؟
قراراتك انت التلقائيه شغال وبتبعت. طبعا لو انا عامل لك الايميل بيبقى معايا الباسورد بتاعك، فبروح داخل من عند الكمبيوتر بتاعي، بدخل كل صوره اول ما بتصورها على طول بتظهر فين؟ بتظهر عندي. تمام؟ انا ممكن اخد الصور دي وممكن استخدمها في حاجات مش كويسه، اخد الداتا بتاعت البيانات بتاعتك. مش كده بس، ففي مره جالنا واحد موبايله مقفول مكتوب عليه انت حمار. هو يفتحه كده من الباور يظهر له ايه؟ بدل ما الشاشه تظهر سامسونج، لا تظهر ايه؟ انت حمار وشاشه سوداء. فاعطانا سوفت للجهاز واتلغى الجمله دي واشتغل الجهاز كويس. جبنا تاني يوم بيتخانق مع بتاع المحل، انتوا ضحكتوا عليا اهو رجع تاني. بصينا لقينا انت ايه؟ حمار. فسالناه هو انت دخلت الايميل نفس الايميل اللي كنت مدخله قبل كده؟ قال لي اه. قلنا له ايه؟ بالله ما قلتش حاجه.